السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. نقدم لكم دايما احسن محتوى، فاشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان ما يفوتكمش نص عمركم. وياريت تدعمونا باللايك الرايق بتاعكم دعما لنا، وعشان نستمر معاكم دايما ونقول لكم كل جديد وجديد. الزمالك فرقه كبيره طبعا طبعا من طبعا اقطاب طبعا الكره طبعا. المصريه والكره العربيه. لا وروح الزملكاويه بقى معانا الفنان صلاح عبد الله حبيبي اهو زملكاوي اهو داخل في يوم احتفال النادي الاهلي باللقب يا حبيبي. ايوه منور. وايه يا حبيبي. زملكاوي عادي كمان. لا طبعا مش زملكاوي عادي، ده انت ده انت التراس زملكاوي متفتح. كلهم الف رحمه ونور عليهم، كلهم كانوا زملكاويه. وانا في زملكاويه بيزعلوا مني لما بكتب مبروك يا اهلي، مبروك يا مصر، مبروك لجوزين بنتين الاهلاويه الفظاع اللي كانوا بيتفرجوا معايا. صباح الخير يا مهيب. صباح انت الخير. قاعد معاك ثلاثه حبايبي جدا. ربنا يبارك لك، انت اللي جميل. المعلومه دي يا حاج صلاح اكرامي، لا انا ما اقدرش اقول اكرامي، كابتن حبيبي حبيبي يا حاج صلاح. بقول لك ايه، الله تصدقني هتصدقني انت زملكاوي جميل. يا الله زملكاوي جميل. حبيبي يا حبيبي. ازيك يا عم صلاح؟ يا غالي يا غالي يا غالي من زمان. ربنا يبارك لك يا حبيبي. إنما واللي جنبك يا ابو الكباتن المستشار اشرف عبد العزيز هيرفع عليك قضيه. لا ده حبيبي، ده المحامي بتاعه ازاي؟ يعني هيرفع عليه قضيه. ده احنا عشرة العمر انا وعم صلاح. ده امال يا اشرف، امال ده انت عارف إن أشرف العشرة الجميلة، فظيع. ها العشرة الجميلة والله. طب بقول لك انت بقى اللي هتقول لنا القول الفاصل بقى، انت ايه رايك ان الاهلي بعبع افريقيا؟ لا انا موافق. اهو انا موافق يا رضا. رضا يا سكر يا عسل. طب والنبي رضا رد عليا يا رضا. يا عم صلاح، اي ما انا مش مختلف معاك، بس ما فيش بعبع بيشيل خمسه يا عم صلاح. يا لهوي. يا عم صلاح بص، انا يخسر واحد ولا اتنين عادي، انما خمسه دي كبيره قوي على النادي مفيش الاهلي. البعبع افريقيا كده على الهوا. تصدق يا رضا؟ هتصدق ان شاء الله. هتصدق. انا طلبت ادخل مخصوص عشان اقول لكم يا حبايبي احنا مصر فرحانه. مصر فرحانه. ايوه والله. لا احنا ولازم الناس اهي في الشارع اهي على الهوا اهي. الناس في الشارع اهي. لازم بقول لك ايه يا مهيب، لازم احنا ندعم حته نبذ التطرف والتعصب. انا عارف ان ده حال الكوره في كل العالم، بس احنا كمصريين، انا واحد كاتبني بيقول لي انت لسه زملكاوي يا عم صلاح؟ قلت له بجمله سريعه كده، قلت له زملكاوي وهفضل زملكاوي. بس انا طول عمري وكل اصحابي وكل حبايبي يشهدوا على ذلك، اي فريق مصري بيلاعب فريق غير مصري بشجعه. جدع. وبشجعه من قلبي. بقول لك انا جواز بناتي يا مهيب والله العظيم اي ماتش للاهلي ده بقى يتفائلوا بيا. انا عايز اعرف حاجه، كلنا كده واحنا قاعدين اي بيت فينا فرحان ولا مش فرحان؟ طبعا كل بيت فينا طبعا. سواء مصورين، فنيين، الناس اللي بتتعب ورا الكاميرات. كابتن رضا عنده في البيت حد فرحان، كابتن يا عم اكرامي الواحد عنده. كان هيتجنن اصلا اتفضل. لما دخل جون والراجل ما يعني غيرش. كل بيت في مصر في حد اقسم فرحان بالله النهارده. يا ساتر بالله. يبقى كلنا لازم الواحد نفرح كان بالنادي لازم الاهلي تغير. ونسعد بالنادي الاهلي. 1-0 البطوله طارت. انت مستني ايه؟ وهو لما كانش غير كان هيمتلك زمام. اديني بقى حته طقطقه على بعبع افريقيا، مش هقدر اسيبك بقى، ده هتبقى يعني حاجه جامده جدا منك انت بالذات. على ايه؟ على حته كده بقى. ما وهاب توفيق غناها لك. لا بعبع افريقيا انت حته طقطقه بقى من طقطقاتك الحلوه. ايوه. لا الاهلي البعبع بعبع ويلا حصل خير ان شاء الله. يلا حصل خير حصل خير. حبيبي يا فنان، مبروك ومتشكرين لروحك الجميله العاليه دي.